السلام عليكم. اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم وهنخاطب الناس اللي كانوا بيقولوا وبيهاجموني عشان خاطر سوريا، وبيقولوا سوريا بقت كويسه وبقت دوله كويسه. هي الاول ما عادش دوله خلاص مبدئيا، والحرب الاهليه حاليا بدات في سوريا. عشان الناس اللي بيقولوا يا رب مصر تبقى زي سوريا، سوريا دلوقتي ما تبقى من سوريا بقى في حروب اهليه عامه يعني، وتركيا في جنب وامريكا في جنب واسرائيل في جنب وقطر في جنب. فتركيا يعني بالنسبه للاكراد هم في وش تركيا. وتركيا عايزه تتخلص من الاكراد، فبتعمل ايه؟ بتدعم احمد الجولاني. بتدعم احمد الجولاني عشان ايه؟ عشان يقف ضد الاكراد كجماعات. احمد الجولاني كجماعه هيقف ضد الافراد بافراد بافراده ضد الاكراد. طيب تركيا لما الاكراد ينتهوا من وجهة نظرها، يعني ايه اللي مع الاكراد هتستفاد بيه تركيا؟ البترول. البترول السوري تحت ايد الاكراد، فتركيا عايزه البترول. طبعا امريكا مش هتسيبها، امريكا عايزه البترول، فهيحصل صدام بين تركيا وامريكا. امريكا بتقول اردوغان انت استحوذت على الميه، انت اخدت الميه بتاعت سوريا وبنيت سدود واخدت الميه بتاعت سوريا، انما البترول احنا عايزينه. فهو دلوقتي الاكراد معاهم البترول، فامريكا هتدعم الاكراد ضد احمد الشرع، واحمد الشرع اردوغان هيدعمه ضد الاكراد. يبقى كده ايه؟ صدام تركي امريكي ولكن بافراد سوريين. تمام؟ ده احمد الشرع اللي هو ايه؟ اللي من وجهة نظرهم ده الحاكم السوري حاليا، حاكم الدولة السورية، اللي هو يعني ايه؟ مصر ما اعترفتش بيه ومش معترفة بيه ان شاء الله. لا، ده ارهابي، ده ارهابي، راجل ارهابي. وكان بيخطب خطب ان يعني وبيساهم في تفكيك الجيش المصري. من ضمن الاحلام بتاعته تفكيك الجيش المصري، وكان بيساعد على كده. تمام؟ فده بالنسبة لتركيا وأمريكا وأحمد الشرع والأكراد. ده شوية كده جزء، ده جزء من سوريا. تمام؟ بالنسبة للناس سوريين من الشعب السوري وقفوا ضد إسرائيل في القنيطرة. إسرائيل عملت إيه؟ بتقتل فيهم، بتقتل فيهم حرفيا، بتقتل فيهم إبادة. تمام؟ ده في القنيطرة. وإسرائيل وضعت إيديها على القنيطرة رخرة. طبعا حوض نهر اليرموك إسرائيل استحوذت عليه، واستحوذت على 30% من مية سوريا، بقت تحت إيد إسرائيل دلوقتي. وبالنسبة لمزارع درعا أخدتها إسرائيل، أخدت مزارع درعا. يعني الناس اللي هي زرع محاصيل أو زرع أيا كان الزراعة اللي هم زارعينها في الأراضي السورية، بيقولوا لهم ده أرضنا، قالوا لهم لا، أنتم مالكمش أرض، الأرض دي بتاعتنا، والزراعة اللي فيها إحنا اللي هنحصدها مش أنتوا. يعني الناس زرعت وتعبت وشقت، وإسرائيل اللي هتحصد. ده الكلام بقى لمين؟ للناس اللي بيقولوا سوريا بقت كويسة ونتمنوا إن مصر تبقى زي سوريا، الناس الهبلة. تمام؟ وبالنسبة لإسرائيل، بعد ما أخذت 30% من المية بتاعت سوريا، وأخذت مزارع درعا وتوسعت، وكل يوم كل يوم كل نهار جديد إسرائيل بتستحوذ على 40-50 كيلو متر في سوريا يوميا. والمستوطنات يعني ايه؟ هيوسعوا في المستوطنات في سوريا. يعني الاول الجولان، وبعد كده جبل الشيخ، وبعد كده القنيطره، وبعد كده مزارع درعا. تمام؟ ده الجنب اللي هو في الناحيه اللي يم اسرائيل، وتركيا بالمثل في الجنب الثاني. تمام؟ والفريسه والضحيه هي سوريا والشعب السوري. نداء مني
إلى جميع الشعب السوري اللي في سوريا واللي خارج سوريا، رجاء انقذوا الدولة السورية كله. كل الشعب السوري اللي هو لاجئ بره يرد لسوريا، عشان سوريا مش هترجع غير بأهلها. مفيش حد هيرجع سوريا غير أهل سوريا، مش الجماعات الإرهابية. والدولة لو ما لقتش ولادها يدافعوا عنها عشان يرجعوا أرضهم، مفيش حد هيرجع لهم أرضهم. نداء إلى جميع الشعب السوري وجموع الشعب السوري في أنحاء العالم، كل اللاجئين الحقوا ارجعوا سوريا عشان تنقذوا بلدكم، لأن اللي جاي دمار أكتر من الدمار اللي حاصل. ده بالنسبة لسوريا، وضع تركيا فيها وأمريكا وإسرائيل. ده بالنسبة لسوريا. نيجي لليمن. أمريكا عايزة تعمل اجتياح بري لليمن، عشان اليمن الحوثيين قاعدين في الجبال، فمهما أمريكا بتضرب بالطيران ما بتأثرش عليهم تأثير يكسرهم يعني. فعايزة تعمل اجتياح بري، ولكن تعمل اجتياح بري بإيه؟ لفة كده. هي وفرنسا والاتحاد الأوروبي لفوا لفة كده خبيثة شوية، يضربوا عصفورين بحجر. تمام. هيعملوا ايه في اليمن؟ عايزين اجتياح بري. بمين هيجتاحوا اليمن بريا؟ بأفراد من أثيوبيا، من عند أبي أحمد. ليه؟ عشان أثيوبيا في وش اليمن. أثيوبيا في وش اليمن، فكده فرنسا وأمريكا بيقولوا إن أبي أحمد وأثيوبيا يحق ليهم إن هم ياخدوا ميناء عسكري على البحر الأحمر عشان يبقوا في وش اليمن. عشان أبي أحمد قال لهم أنا لما ناخد ميناء عسكري على البحر الأحمر أنا هنحارب لكم الحوثيين. طيب يبقى ياخد ميناء على البحر الأحمر وبعد كده يضغط علينا إحنا على قناة السويس في البحر الأحمر، يعني إحنا اللي هنتضر. وأمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قاعدين يشغلوا أبي أحمد كعروسة خيط. طيب قال لك إيه؟ قال لك أبي أحمد عايزين يدعموه. هيدعموه إزاي؟ الديون اللي على أبي أحمد يهيكلوها، ووافقوا رغم ان مصر طلبت هيكله الديون ما وافقوش. قالوا لا، امريكا والاتحاد الاوروبي قالوا لا، لازم تلتزم بقرارات البنك الدولي. فيما ان اثيوبيا قالوا يجوز لها. تمام. وهيمدوه بطيارات رافال. بالنسبه لفرنسا اثيوبيا عايزه 12 طياره رافال، وهتاخد منظومات دفاع جوي وصواريخ. وبالنسبة للاجتياح البري لليمن هيبقى بأفراد أثيوبيين. يبقى أمريكا إيه؟ توجه أبي أحمد ويخش بناسه على اليمن ده بالاجتياح البري، عشان أمريكا مش هتجيب جنودها. تمام؟ وأبي أحمد بقى إيه؟ يضغط علينا إحنا كمصر في ملف سد النهضة وقناة السويس لما ياخد ميناء عسكري في صومالي لاند على البحر الأحمر. يبقى إحنا النهاردة ضغوط على مصر من جميع الأنحاء. يبقى احنا الشعب المصري يعمل ايه؟ يقف جنب الدولة ولا يقف يتفرج على الدولة؟ طبعا احنا اعلامنا وللمرة التانية بنقولها اعلام فاشل، واحنا علينا حرب اعلامية كبيرة. علينا حرب اعلامية كبيرة، والاعلام بتاعنا ما بوصلش المعلومة. فانا بنطالب الاعلام وكل راجل فنان محترم، الفنانين اللي الناس عارفاها يتكلموا كاعلاميين. انت بتقف وتتكلم بتمثل الفيلم او المسلسل وبتقف بتتقمص الدور. تقمص دور اعلامي يا اخي، تقمص دور اعلامي وانصح الشعب. احنا بنتحارب اعلاميا من كل الدنيا، والحروب الاعلاميه اخطر من حروب السلاح. ما هو بيحتل ذهنك وفكرك الاول، بيعجزك وبيضللك الواقع اللي انت فيه. فاحنا فنانين مصر فين؟ الفنانين فين في مصر؟ اكتر من فنان بيقوم بدور اعلامي. تقمص الدور يا اخي واتكلم لله لصالح بلدك، ولا لازم تبقى حاجه بفلوس؟ كل واحد يا جماعه، كل واحد يعرف يوصل معلومه من الشعب المصري يوصلها، ولا الفنانين قاعده لعد الفلوس وخلاص؟
خبر ايه؟ لازم كل واحد يكون له دور في الدوله، ولا نقف نتفرج على الدوله وهي بتسقط. ربنا كرمنا باعلام فاشل، نعمل احنا اعلاميين وصلوا المعلومه للناس، عشان الناس مخها يحتلوه قبل ما يحتلوا الدوله. احنا النهارده الصاعقه المصريه تاهبت، وحدودنا كلها مولعه، وبنتحاربوا اعلاميا من بره، وضغوط علينا من كل ناحيه. الناس عايزه تعيش الواقع، عايزه تعرف المعلومه الصحيحه. ما نسيبوش فكر الناس للخونه والاشرار يحتلوه. في ايه؟ الفنانين المصريين دول محسوبين على الدوله كده وخلاص؟ اتكلموا ولا هنقف نتفرجوا على البلد وهي بتغرق؟ السيد وزير الاعلام، فين الاعلام بتاعك يا سياده الوزير؟ في حروب اعلام علينا من كل جهه، فين الاعلاميين يا سياده الوزير؟ السيد رئيس الوزاره، في حرب اعلام علينا كبيره، مش عايزين نقعدوا نتفرجوا والشعب مخه يحتل. الاشرار حوالينا من كل ناحيه، مصر ضغوط عليها من كل ناحيه، الجيش متأهب، الحدود مولعه، بنتحاربوا. النهارده قطر هي عايزه تقوم بدور الوسيط بالنسبه لسوريا، وايران النهارده ما عادش لها نفوذ في سوريا. طب دول الخليج فرحانين بالوضع بتاع احمد الجولاني عشان يريحهم من ايران، ولكن نار الحرب حطوا لكم بالنسبه لدول الخليج. فاللي بيحصل في سوريا هيضر مصر وهيضر الخليج وهيضر الدنيا بحالها. واللي بيحصل في افريقيا من اثيوبيا ده الضرر الواقع يعني رقم واحد علينا احنا كمصر. مش هنسكتوا لما الميه تروح، احنا مش هنتفرجوا لما الميه تروح مننا زي ما راحت من سوريا، ده بالنسبه لاثيوبيا. ومش هنسمح بميناء عسكري لابي احمد على البحر الاحمر عشان ما يعطلناش قناه السويس اكتر ما عطلانا. مش هنقف نتفرجوا. الاعلام يتحرك، الفنانين تتحرك، الوزاره تتحرك. مش هنقف نتفرجوا على مصر لما يحصل فينا زي ما حصل في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان. دي مصر. وبالنسبه للجيش المصري، الجيش المصري قوي جدا جدا، والشعب المصري فاهم وواعي، ولكن الزن على الودان امر من السحر. ما انا عايز نشوف، ما انا كل يوم بنسمع اعلام بيقول لي احنا في خطأ وخطر وماشيين غلط وي لا، ما انا كده خلاص يوم والتاني والتاني والتاني، ما انا مخي هيمشي معاه. فين اعلامي؟ فين اعلام الدولة؟ فين اعلام الدولة؟ في اعلامي في هولندا اسمه الاستاذ جون المصري، بيتكلم بطريقة حلوة وبيحارب في هولندا وبيحارب. في مصر الاستاذ شريف الصرفي بيحارب. فين الاعلاميين التانيين؟ فين اعلاميين جهاز الاعلام المصري؟ فين فنانين مصر؟ فين الناس اللي بتوصل رساله؟ وصلوا معلومه يا اخي، اعتبرها رساله، ما هي رساله برضه، وصل معلومه صح. وعي، انشر الوعي. اعتبروا فيلم ولا مسلسل بتعمله، ولكن ده مسلسل صادق مش مسلسل تمثيلي. فاحنا بالنسبه لنار الحرب احنا عايشينها، ولكن الحرب بالوضع ده جايه.
فلما تيجي الحرب والشعب فاهم احسن ما تيجي الحرب والشعب مغيب. والشعب المصري دائما بيقف في ظهر جيشه وفي ظهر دولته، ولكن في حروب عليه، في حروب ذهنيه، اختراق ذهني، في اختراق ذهني للشعب المصري من بره. قناه الجزيره لوحديها الاعلام المصري كله ما يجيش ربع اعلام قناه الجزيره لوحدها، والعربيه وي 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 واحنا قاعدين نتفرج. احنا هنتم قاعدين نتفرجوا، هو في ايه؟ عايشين في البلد وخلاص، همنا على الاكل والشرب. الشعب لازم يفهم. الجولاني ده ارهابي، الجولاني اللي هم عايزينه يبقى حاكم سوريا ده ارهابي، كان في القاعده وكان في داعش في العراق، وعنده سجون، وعنده ناس بتتعذب. مش جاي هيوزع شوكولاته. والشعب السوري كل اللاجئين السوريين الحقوا بلدكم، ارجعوا شوفوا بلدكم، الحقوا بلدكم. والشعب المصري واخد باله من بلده بامر الله، وفي ظهر جيشه وفي ظهر القياده. ولكن الوعي الفكري للشعب المصري بيجي عن طريق الاعلام. فين الاعلام؟ الاعلام معدوم، زيرو اعلام. احنا زيرو اعلام النهارده. مش هنقعدوا نتفرجوا يا سياده رئيس الوزراء وسياده وزير الاعلام، مش هنتفرجوا لما البلد تضيع. الجيش الله يكون في عونه، الرئيس الله يكون في عونه، المخابرات الله يكون في عونها. فعايزين كله يشتغل. والاقتصاد المصري بيتعب كل يوم، بيتعب عن التاني. احنا بنتحاربه اقتصاديا وهنتحاربه فكريا، وبعدين نتحاربه بقى بالسلاح بعد البلد ما تنقسم على بعضها. طب ينفع؟ ده يرضي مين؟ يرضي مين ان مصر يحصل فيها كده؟ مصر دي بلد الحضاره وبلد الثقافه وبلد كل شيء كويس، وصدرت للعالم كل شيء كويس. حدودنا مولعه وضغوط علينا من كل ناحيه. فاحنا مش سوريا. ايوه الحمد لله رب العالمين، احنا مش سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا لبنان، عشان عندنا قياده حكيمه وعندنا جيش وطني وشعب حر. ولكن الاختراق الفكري مشكله. مش عايزين نوصل الشعب ان الاعلام المضلل يخترقه ذهنيا. فعايزين كل رموز الدوله تقف ايد واحده، عشان ما يحصلش زي ما حصل النهارده. اسرائيل بمجرد ما حست ان سوريا ضعفت ضربت الجيش السوري، جميع معدات الجيش السوري اتضربت، ما عادش عنده معده واحده في نقطه ضعف. واسرائيل اعدلنا بمجرد الدوله المصريه ما يحسوا ان هي ضعفت، اللي حصل في سوريا يحصل فينا. طب تضعف ازاي؟ بتشتيت الفكر بتاع الشعب المصري. الفكر بتاع الشعب المصري بيتشتت ازاي؟ من الاعلام الخارجي المضلل، محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبد الله ومش عارف مين ومين، شويه الارهابيين اللي قاعدين بره. والنهارده الجولاني بيقول ان عنده ناس هيديهم الجنسيه السوريه عشان يحاربوا معاه، وفي ناس جهاز المخابرات، في ناس مصريين موجودين معاه حاليا. فدلوقتي ممكن الناس دي تيجي بعد كده تحاول تدخل مصر وينفذوا عمليات إرهابية، وبعد كده تحصل أي مظاهرة ولا حاجة ويضربوا في الشعب نار ويقولوا ده الجيش اللي بيضرب وتعم الفوضى. طب ينفع؟ الحدود ولع والمخابرات شغالة. عايزين كل أجهزة الدولة تشتغل.
مش جزء يشتغل وجزء يتفرج. أجهزة الدولة دي عاملة زي أعضاء الجسم، لما واحد بيعطل بيأثر على اللي جنبه، فلازم كله يشتغل مع بعضه. وفنانين مصر، قوموا بدوركم كإعلاميين لله، وصلوا رسالة لله، للدولة، وطنكم اللي خلاكم فنانين. ولا عايزين تتفرجوا على الدولة وهي بتضيع؟ ومش هنطول عليكم في الكلام. ودي النهارده الدولة لازم كل فرد في الدولة يحط ايده في ايد اللي جنبه، ويحط ايده في ظهر جيشه، ويحط ايده في ظهر قيادته، ونقف بأرواحنا. خلاص، مفيش مفر، مفيش مفر. والدولة المصرية ما تسقطش بأمر الله. يحصل فينا زي ما يحصل، الدولة المصرية ما تسقطش بإذن الله. نداء للشعب المصري، وأنا من الشعب المصري، أرواحنا تروح ومصر تفضل مصر. مش هنطول عليكم في الكلام، ولكن الفيديو هو كده كده طول لوحده من الانفعال. ولكن خليكم في ظهر جيشكم، وخليكم في ظهر قيادتكم، وجميع أجهزة الدولة لله تتقي ربنا في الدولة المصرية. السلام عليكم.